قبل ما أي نص بيوصل لعقل الذكاء الصناعي لازم في الأول يتقسم لأجزاء صغيرة جدا بنسميها توكنز، ودي بتكون أول خطوة بتخلي شات جي بي تي يفهمك ويتعامل مع كلامك ويرد عليك مهما كان النص طويل. ارحم أبويا وأبوك، قول حاجات ينفع يترد عليها يا أخي. الموديل مهما كان ضخم ما بيعرفش يتعامل مع النص زي ما هو. ليه؟ لأن الكمبيوتر ببساطة ما بيقدرش يفهم الحروف اللي احنا نعرفها، هو بيحول الكلام لأرقام يقدر يفهمها ويتعامل معاها. تخيل نفسك بتقرأ كتاب، مش هتقدر تقراه كله مرة واحدة، لازم أكيد تقراه صفحة صفحة وجملة جملة، بس بطريقة أعمق شوية، وكل كلمة ليها معنى. والتوكن هو بيبقى أصغر وحدة الموديل بيقدر يتعامل معاها، ممكن تكون كلمة كاملة أو حتى جزء من كلمة أو حرف أو ايموجي أو علامة ترقيم، وأحيانا كمان المسافة نفسها بتتحسب كتوكن. وطبعا انت مش محتاج تعمل العملية دي بنفسك يدويا، انك تقسم النص ده لكلمات وبعدين تحوله لأرقام، لكن لازم تفهم الأول ازاي الكمبيوتر بيقدر يعمل ده. يعني مثلا تعالوا نشوف المثال ده. عندي جملة بالمنظر ده، لما نعمل لها توكنايزنج هتتقسم بالشكل ده. هتلاحظ ان الموديل قسم كلمات زي programming لأكتر من جزء، لكن كلمة learning اعتبارها كلمة واحدة. ده بيحصل لأن التوكنايزر بيركز أكتر على الكلمات الشائعة، فكلمة جرام شائعة أكتر من كلمة زي programming، فبيفضل إنه يقسمها. وطبعا ده بيختلف على حسب البيانات اللي اتدرب عليها التوكنايزر. يعني لو متدرب على تقارير اقتصادية مثلا وجربت تديله جملة عن البرمجة، فمن الطبيعي إن يدي أولوية لكلمة جرام أكتر من programming. طلعوا محل ورجوا كده ولفوا بالبكرة. ولو لسه الفكرة مش واضحة، خليني اديك مثال تاني. جملة زي دي مثلا هتتجزأ بالشكل ده. الموديل ما اعتبرش برضو كلمة Egyptian ككلمة واحدة لأنه مش قادر يفهمها على بعضها، فبيقسمها لجزئين، Egypt والION لوحدها. طيب هل التوكنايزيشن هو مجرد انه يقسم الكلمات لأجزاء بس كده؟ لا طبعا، هو ما بيوقفش عند تقسيم الكلمة بس، هو كمان بيتأكد ان الكلمة دي لو جت بلغات مختلفة هتاخد نفس الرقم. يعني مثلا لو كتبت كلمة قلم بالعربي بالإنجليزي أو حتى بالصيني، الرقم اللي بيمثل الكلمة دي هيكون نفس الرقم، لأنهم كلهم بيدلوا على نفس الشيء. ده غير شوية شغل إضافي كده بيعمله، زي مثلا بيقلل عدد التوكنز اللي ملهاش لازمة بحيث ان هو يشيل الكلمات اللي في النص اللي مش بتأثر على المعنى، وكمان بيستوعب اي كلمة جديدة زي ايجيبشن اللي كنا اتكلمنا عليها، وشوية حاجات تانية كده ما تشغلش بالك بيها دلوقتي. تعالوا بقى نخش على الجزء العملي، وطبعا الجزء المفضل عندنا كلنا والمفضل بالنسبة لي، الكود. اي توكنايزر في البداية لازم يكون عنده مكان يخزن فيه الكلمات بتاعت اللغة اللي هيشتغل بيها. بعد كده بيجي مرحلة التدريب، وهدفها ان احنا بنعلمه كل الكلمات بتاعت اللغة قبل ما نستخدمه. اثناء التدريب بياخد النص ويقسمه لكلمات منفصلة، وعشان ده مثال احنا استخدمنا المسافات، وبيدي لكل كلمة رقم خاص بيها ما بيتكررش. ولما بعد كده بتديله اي جملة جديدة بيبدأ يقسمها لكلمات، وبعدين بيبدل كل كلمة بالرقم المقابل ليها، واللي طبعا حفظه في مرحلة التدريب. وطبعا مش محتاج اقول لك ان لا انا ولا انت هنقعد نبني توكنايزر من الصفر، لان فعلا في ادوات جاهزه ومتدربه من شركه OpenAI وشغاله زي الفل من غير ما تضيع وقت في عمليه التدريب. وطبعا في ادوات تانية بس دي تعتبر الافضل، ودي اللي انا بستخدمها عاده. وفي النهايه بتكون النتيجه مصفوفه من الارقام، كل رقم فيها بيمثل كلمه في النص. علشان كده لما بتدخل على اي موقع بيقدم خدمات الذكاء الصناعي هتلاحظ انه بيحاسبك على عدد التوكنز مش على عدد الكلمات. وطبعا كل ما زاد عدد التوكنز الموديل بيكون اذكى ولكن ابطأ. فلو بتستخدم API مثلا من موديل زي GPT-5 خد بالك كويس، علشان ممكن تدفع فلوس كتير جدا لو كنت فاكر زي حالاتي كده ان كان الحساب على عدد الكلمات. زي ما قلنا الكلمة الواحدة ممكن تتقسم لأكتر من توكن واحد. وبرضو خد بالك كويس قوي من رموز اليونيكود زي الايموجيز اللي هي الوشوش اللي بتضحك اللي بنقعد نستخدمها على الكومنتس والحاجات دي، لأنها بتكلفك أكتر من توكن واحد عن تجربة. ودلوقتي احنا فهمنا أول خطوة في رحلة طويلة هنمشيها مع بعض عشان نعرف ازاي ChatGPT بيرد علينا.
ولحد هنا تكون خلصت حكايه النهارده، ولكن حكايتنا لسه ما خلصتش، واشوفكم في الحكايه اللي جايه على كودكس لاين، والسلام عليكم.